ومضايقات جزائرية في قمة ترفع شعار لم الشمل العربي، خريطة مبتورة ورفض قاطع لإدراج ملفات محظورة، وبين بوريطة وتبون سلام يكسر غياب الحوار المباشر. لم تكن لتمر الزيارة المغربية للأراضي الجزائرية مرور الكرام في ظل قطيعة بين البلدين اختارتها الجارة الشرقية بمحض إرادتها فور وصول بوريطة إلى الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب. قبيل بداية أشغال القمة نشرت قناة جزائرية خرائط الدول المشاركة، وتفاجأ الوفد المغربي بخريطة بلاده مبتورة من صحرائها. أول المؤشرات التي أظهرت أن المهمة ستكون صعبة ومعقدة، فكيف لقمة أن تنتهي وقد بدأت باستفزازات وخروقات بروتوكولية واضحة وصلت إلى حد التعامل بعنف وعدوانية مع أفراد الوفد المغربي؟ الأخير اختار البقاء داخل القاعة والاحتجاج على عدم احترام خريطة المغرب. اعتذرت رئاسة الجلسة وأصدرت الجامعة العربية بيانا توضيحيا تؤكد فيه أنها تتبنى خريطة للوطن العربي دون إظهار للحدود بين الدول، لأنها ترغب في تعزيز مفهوم الوحدة العربية. الوحدة العربية هي التي شدد عليها الجانب المغربي، مبرزا أن أطرافا خارجية تقوض هذا المفهوم وتزرع فتنا من أجل زعزعة استقرار الدول العربية. يتحدث بوريطة بوضوح حول إيران، ولذلك أكد ضرورة إدراج هذه النقطة في جدول أعمال القمة. مقترح رغم دعمه من طرف الأغلبية قوبل برفض قاطع من قبل الجزائر التي تتقارب مع طهران، بل وتساعدها على خدمة أجندات معادية لعدد من دول المنطقة. بعيدا عن الوفد الدبلوماسي، فإن وفدا مغربيا آخر تعرض لمضايقات غير مفهومة من قبل السلطات الجزائرية، والوفد الصحفي الذي جرد من معداته التقنية وخضع لتحقيقات أمنية انتهت بمنعه من تغطية أشغال القمة. بعض نساء ورجال الصحافة المغربية عادوا أدراجهم دون أن يتمكنوا من القيام بواجبهم المهني. النقابة الوطنية للصحافة المغربية اعتبرت أن السلطات الجزائرية تظهر بتصرفاتها هذه أعداءها لحرية الرأي والتعبير ولحق شعوب المنطقة في الحصول على المعلومة. اللقطة المنتظرة التي خطفت كل الأضواء هي تقدم بوريطة بهندامه المغربي التقليدي ليسلم على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. سلام مع ابتسامة ظاهرة اختفت فور استدارة الوزير المغربي دون حتى أخذ الصورة الرسمية، ليترك السلام تساؤلات عدة طرحتها وسائل الإعلام عن مستقبل العلاقات بين الدولتين. أما الغائب عن القمة الحاضر بالإرشاد والمواقف والآراء البناءة الملك محمد السادس، فوجه دعوة عبر وزير خارجيته إلى الرئيس الجزائري من أجل زيارة المغرب واستئناف الحوار بين البلدين. هي دعوة وجهها مرات كثيرة ليظهر النية الحسنة للرباط، لكن الاستجابة لم تظهر من طرف الجزائر، وهو مؤشر على أن الجانب الآخر يتشبث بعدائه دائما لبلد شقيق، ثم يرفع شعارات حول لم الشمل العربي. تعزيز العلاقات العربية، رفض التدخلات الخارجية والتمسك بمبدأ الحلول العربية لمشاكل دول المنطقة هي خلاصات البيان الختامي لقمة العرب. فهل تلتزم الجزائر بإعلانها أم إن لم الشمل العربي يبقى حبرا على ورق؟